بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أشارك معاكم طبخة طحن. حبيت أفرجيكم شو بحط مكونات اللي شفتوهم بأول الفيديو. هنا عندي بقدونس وتومة، شطة، فلفل أسود، بهارات مشكلة وهيل. هلأ بدي أضيف عليه زيت الزيتون حسب الكمية، ورشة ملح حسب الرغبة طبعا. حكيت لهم. هلا بدي اضيف ليا، طبعا هاي ليا مش دهنة، وليمون، لحمة كنت انا مقطعاها بس جمدتها شوي بالفريزر. هلا بدي اجيب الطحل، طبعا انا منظفتهم من قبل بوقت، بغسلهم وبصفيهم، تحشيهم حسب الرغبة. مثلا بتحبيهن ملنات، بتحبيهن مثلا ناقصات شوية، برضو بزبط. طبعا كل واحد حسب رغبته. تفتحي فيهم فتحة زي الجيبة هيك. أنا دائما بحب أحشيهم بشكل طبعا هاي الأكلة عزمي عليها أحبابك وأصحابك اللي بتتمني إنك تطعميهم وتورجيهم إبداعاتك. هلا عندي هاي القطعة الفشة، طبعا برضو بفتحها، بعملها زي الجيبة وبحشيها من نفس الحشوة، بس برضو طيبة، برضو تعطي نكهة لطيفة برضو للطبق هذا. هون زاد عندي شوية من الفشات، وفرمت قسم وقسم حشيته. هلا بدي احاول ارتب الصينية. وهلا الإضافة اللي من عندي، كنت حاسبة حساب إنها تزيد الحشوة، ما زادت. طبعا أنت حاولي إنك تخلي من الحشوة عشان تحشي حبات البندورة الصغيرة هاي، بتعطي نكهة لطيفة وحلاها لهذه الصينية. طبعا مع غليان الصينية رح يدخل جواتها من الصوص اللي رح تطلعه هاي الصينية. طبعا هذا الشكل النهائي لصينية الطحل المشكلة باللحمة واللية والفشار. طبعا بتحبي تضيفي لها القلب، الكبدة تبعت الخروف، برضه بتزبط بهاي الصينية. وصحتين وهنا، وراح افرجيكم الشكل النهائي لما اطلعها من الفرن.